بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، إليكم أحكام صدقة الفطر أو زكاة الفطر. زكاة الفطر هي الزكاة التي يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بمقدار محدد، وهي صاع من غالب قوت البلد على كل نفس من المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، ويخرجها العائل عمن تلزمه نفقته. والحكمة في مشروعيتها أو من مشروعيتها شرعها الله تعالى طهرة للصائم من اللغو والرفث، وإغناء للمساكين عن السؤال في يوم العيد الذي يفرح المسلمون بقدومه، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اغنوهم عن طواف هذا اليوم، والله أعلم.